الفلوس فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه منزل استاذ ماجد؟ ايوه. هو موجود لو سمحتي؟ لا هو مش موجود. انا ضيعت. ضاعت؟ انت لسه شفتش الضياع. اتفضل اقرا الورقه دي. بابا ده حبايبي الحلوين عاملين ايه يا بنات؟ ازيك يا وحشتني نورين؟ يا بابا. وانت كمان يا نورين، ازيك يا ارو؟ الحمد لله. يا عملتوا ايه النهارده في المدرسه؟ كان يوم حلو قوي انا واروى. يا رب دايما ايامكم كده حلوه كده ومبسوطين كده يا رب. ايه ده، ايه الحصالات اللي معاكوا دول؟ خلت خدتوا المصروف منين النهارده ما خدتوش؟ ما خدناش. هاتوا اتفضلي اتفضلي يا نورين 10 جنيه. عايزه دي كمان؟ ماشي. يلا زي بعض. اتفضلي يا ارو 10 جنيه. حطهم في الحصاله يلا عشان الحصاله تكبر وتجيبوا حاجات حلوه كتير وتجيبوا لعب. ماشي؟ وعارفين ان شاء الله لما تنجحوا في المدرسه وتجيبوا درجات كويسه هديكوا بقى ايه فلوس كتير اكتر من اللي في الحصاله دي كلها. شكرا يا بابا. حبايبي يا حبايبي، فين ماما؟ ماما بتعمل اكل في المطبخ، بتعمل رز مكرونه اللي انت بتحبها. الله جميله، جاي جعان قوي. ماشي يلا بابا جاي، يلا عشان تحضر اكل. ايه ده حسام؟ عايز ايه يا حسام؟ الو يا حسام عامل ايه؟ فلوس؟ انت يا ابني لسه واخد حقك يا ابني في الشغل يا ابني ومعاك فلوس كويسه الحمد لله. عودتها فين؟ هتخلصها؟ لعبه؟ لعبه ايه يا حسام؟ انت بتضيع فلوسك في الهبل دوا. اوعى يكون قمار يا حسام. اجي اشوف اخرتها معاك ايه. ماشي انا جاي لك انا جاي لك، سلام سلام. كلمت وحش انا برضه الواد صراحه جدع بيشوخ عليا بحاجه لما يكون عايز حاجه. ماشي اكلمه. يا حسام انا جاي لك اهو. عايز كام؟ ايه؟ مش عايز؟ يا ابني انت مش لسه مكلمته اللي عايز فلوس؟ 50,000 جنيه؟ كسبت 50,000 جنيه؟ ده بجد وفلوس دخلت في حسابك بجد؟ ايه ده ايه ده انت تفهمني واحده واحده، تفهمني كسبتهم ازاي دول؟ لعبه على الموبايل؟ لا انا اجي لك بقعد معاك وتفهمني بقى اللعبه دي بقى. اه انت عايز تكسب لوحدك يا معلم ولا ايه؟ عيب عليك، ده انا اخوك. ماشي هتغدى كده، مش هغير هدومي، هتغدى كده وانزل لك على طول. استناني على القهوه. ماشي يا حسام. عازمني كمان؟ اه طبعا عازمني. ماشي يا عم ربنا يسهل لك الحال. ماشي ماشي يلا سلام. الساعة مرة علي جاب السلام عليكم. عليكم السلام. عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نورين؟ ازيك يا ارو؟ ازيك يا غدا عامله ايه؟ الحمد لله. اتاخرت ليه كده النهارده في الشغل؟ اتأخرت ليه؟ أقول لك اتأخرت ليه. النهارده كسبت 10,000 جنيه. ايه؟ مش معقول. والله بصي في ساعة زمن، أقل من ساعة زمن معايا الفلوس دي. ازاي ده ماجد؟ لا لا لا. لا ازاي، ده موضوع احكيلي. كبير. ده بإيه؟ بقعدة كده على الموبايل ترك كسبت. قاعدة على الموبايل ازاي؟ عملت ايه؟ دي بقى عبارة عن برنامج صغير، لعبة انت بتدوس عليها بتكسب، والفلوس اللي بتكسبها بتحطها تاني، بتضاعف المكسب بتاعك لحد ما وصلت ل 10,000 جنيه. وقلت حلو قوي كده النهارده. طب وعلى كده يا ماجد الفلوس دي حلال ولا حرام؟ يا شيخ حلال، ايه اللي حرامه؟ عادي يعني. يعني فلوس ما شقتش فيها اللي لعبة وادوس هنا عادي كده حاجة أكسب. بالسهل، وانت تكرهي الخير؟ لا طبعا. طيب خلاص خدي كده وما نجي نفسك بابا انت والعيال وقت اللي انتوا ماشي. انا عايزينه. كنت محتاجة حاجات كتير. يا بنات مش عايز دوشه، مش عايز دوشه، ابعدوا وسعوا. بابا انت معاكي كام؟ انا معايا دول. استنى تعالي كل بابا يبقى لنا حصاله. بابا نعم يا نورين. بابا لنا حصاله. بعدين يا نورين، بس مين دلوقتي يا نورين؟ سيبيني عشان مركز. يس كسبت. يا بابا استنى بصرفنا. استني حاضر لما اكسب فلوس كتير هديكوا فلوس كتير. استني بس عشان بركز. لما العب بقى اللي معايا كله واكسب بقى مكسب كبير. الله ده حسام عنده حق. خش بكله يا معلم. بابا اتغير قوي، ده كان حلو قوي. يلا ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ كسبت كل اللي كسبته؟ ال 20,000 جنيه كلهم كسبتهم راحوا؟ فرصة بقى والعيال نايمين كده اتفرج على المسلسل التركي بتاعي اللي انا بحب اتفرج عليه.
الله، ليه مش شغال ليه الريموت؟ يا رب، دي الحجارة لسه جديدة اهي، ما نجرب تاني. لما اشوف يمكن التلفزيون فيه حاجة في الكهرباء ولا حاجة. الأسلاك كلها متوصلة. التلفزيون باظ، يا حول الله يا ربي. ليه كده؟ لسه جايباه الأسبوع اللي فات، لسه مغيرين التلفزيون. وفي ايه؟ الحاجة بقت كل شوية تبوظ ليه كده؟ يعني مش هتفرج على المسلسل التركي اللي بحبه؟ خلاص اما هو اكله صباع على الأرض. الواحد يعمل حاجة مفيدة بدل ما نضيع وقتنا في التلفزيون ومش التلفزيون. لا، حتى المكنسة كمان باظت. هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لا ده حاجة مش طبيعية، حاجة مش طبيعية اللي بتحصل ديت. ايه ده؟ المية دي، المية ديت اللي بتنزل على السقف. لا حول ولا قوة الا بالله. وايه ده كمان ده؟ الله 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 الله، لسه كنت مبيضة الشقة. لا ده في حاجة غريبة، في حاجة غريبة بتحصل في الشقة. نورين، يلا يا حبايبي قوموا، الظهر أذن، لسه نايمين كل ده؟ يلا يا رورو يلا. ايه ده؟ بنت سخنة ليه كده؟ تعبانة. ماما بطني بتوجعني، حاسة عايزة أرجع. وأنا مالك يا نورين؟ حاسة بطني بتوجعني وعظمي بتوجعني وبطني وكل حاجة. يا حبيبتي بس يا حبيبتي، ما تعيطيش ما تعيطيش، انا اتصل ببابا دلوقتي وهوديكوا للدكتور. ما تعيطوش يا حبايبي. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا دوت؟ بس ايه اللي بيحصل لنا؟ انا اول مرة اشوف كده، كل الخبطات كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يا ربي. ايه دي يا حبيبتي؟ هوديكي للدكتور، هجيب لك دواء خفض الحرارة لحد ما ابوكي يجي. انا لازم اجي تيجي نشوف اللي بيحصل دوت، دي حاجة مش طبيعية. ايه ده؟ ايه ده الحته اللي قالت لي عليها؟ هي ناقصه. حول الله يا رب، كان مستخبي لي فين كل دوت؟ البيت بايظ والعيال تعبانه والمحل بضاعه كلها راحت. اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها ده يا ربي؟ يا رب احلها من عندك. ايه يا ماجد؟ الحمد لله على السلامة. الله انت جيت يسلمك يا يا غالي. حبيبي؟ ايه طمنيني، البت عامله ايه؟ تعبانة والله يا ماجد، تعبانة خالص. رحت النهاردة عند الدكتور، طلب منظار وحاجات وعملت لها وبيقول عايز عملية، يا حول الله يا رب. وكنت محتاجة منك فلوس عشان نعمل العملية. قال لي في أقرب وقت لازم نعمل العملية دي. فلوس ايه؟ انت ما تعرفيش اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل؟ المخزن عندي البضاعه اللي انا جايبها لسه ما دفعتهاش فلوسها. البضاعه كلها اتحرقت. اتحرقت؟ يا ستر يا رب، ازاي دوت؟ بس كهرباء حصل في المخزن واكل كل لا حاجه. حول ولا قوة إلا بالله. طب وهنعمل ايه يا مش ماجد؟ عارف، في حاجه غلط بتحصل لنا بقالنا كام يوم كده. أيوة فعلا يا ماجد، أنا حاسة الفقر كده ركبنا خالص. طب هنعمل ايه؟ انا كنت عايز اخد الغوشتين اللي معاك عشان ابيعهم، عشان اسدد حق البضاعه اللي انا جايبها اللي انا ما دفعتش فلوسها لحد دلوقتي. غوشتين ايه وبضاعة ايه يا ماجد؟ طبعا الغوايش ديت اكيد هبيعها عشان اعمل عملية بنتي. بقول لك البضاعه لسه ما دفعتش فلوسها، هتسجن. اجيب بس البضاعه وبعد كده اجيب فلوس العمليه وهنعمل عمليه. حياة بنتي اهم من اي حاجة، اهم من بضاعة واهم من اي حاجة في الدنيا يا ماجد. الدكتور قال لي لازم الاسبوع دوت تعملي العملية، لازم يا ماجد لازم. ماشي خلاص انا هتصرف، هاخد قرض ولا هعمل حاجه، اي حاجه هتصرف. يا ماجد انا ما اعرفش اذا كان الغوشتين دول هيجيبوا لي 100,000 جنيه ولا لا. انا هبيعهم، ولو هكمل من اي حد هستلف عشان اكمل بقية الفلوس. طيب انا هتصرف. بس يا حبيبتي، بس يا نورين، بس يا حبيبتي خلاص. يا رب. هتخفي ان شاء الله. أموت. لا بعد الشر ما تقوليش كده يا نورين. يا رب. هتخفي ان شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه منزل استاذ ماجد؟ ايوه. هو موجود لو سمحتي؟ لا هو مش موجود. طب ده في محضر باسمه لازم يستلم. محضر ايه؟ اتفضل يا فندم استلميه. حجز على الشقة؟ حتى الشقة كمان ضيعتها مننا، كل حاجة ضاعت. حرام عليك، ليه عملت كده فينا؟ سرقت الفلوس العملية وبعت الشقة، ليه كده بس يا ماجد؟ ليه؟ حرام عليك. انا ضيعت. ده انت لسه شفتش الضياع. اتفضل اقرا الورقة دي. كنت متوقع كده. كنت متوقع كده؟ انت واخد بالك انت عملت ايه فينا؟ انا دمرت كل حاجه. انت دمرت عيالي دمرت كل حاجة. ودمرتني وهديت بيتنا. البيت راح، المحل راح، كل حاجة راحت. كل حاجه راحت. عارف، حتى انا وعيالك هنروح من وشك. حزب الله ونعم الوكيل فيك. ليه عملت كده؟ كل ده عشان حتة لعبة؟ دخلت لنا فلوس حرام البيت. افرح بال1000 وال2000 وال10,000. بس لو خدت منها يا هانم وكنت فرحانه وكنت مبسوطه. انا ما كنتش اعرف. بضاعه ما دفعتش فلوسها والمحل اتحجز عليه، حتى البيت اتاخد مني وعيالي كمان. سيب، اوعى انا هروح لاهلي، هم اللي هيعالجوا عيالي، هم اللي هيعيشونا بمال حلال. حسب الله ونعم الوكيل فيك. حسب الله ونعم الوكيل فيك. ايه اللي انا عملته دوت؟ دمرت بيتي وعيالي وضيعت كل حاجه. انا كنت عايش كويس لحد ما دخل القمار وبوظ حياتي. فرحت بالفلوس وقلت فلوس سهله وجالت لي. ادي نتيجه الفلوس السهله. ده كل حاجه، بعت المحل وبعت البيت وبعت اهلي وبعت عيالي. حتى الفلوس اللي كنت حالك بيها بنتي سرقتها. بقيت حرامي. واسرق مين؟ فلوس عيالي وقوت عيالي عشان خاطر اللعبه. واتدينت. ضاع كل حاجه، ضاع كل حاجه، كل حاجه. وخلي بالكم نصيحتي ليكم، القمار دخل مصر. وعلى فكره مصر تاني دوله على العالم سيطرت عليها موضوع القمار واتخرب منها بدل البيت مليون بيت. اهم حاجه نخلي بالنا، اوعى حد يضحك علينا يقول لنا دي لعبه سهله وتجيب الفلوس بطريقه سهله ومجرد تخش تجيب رجلك تلاقي نفسك كسبت نفسك مره واحده ادمنتها وبيتك اتخرب. ومهما كان وفي الاول وفي الاخر ده قمار، وربنا حذرنا منه في القران الكريم: ولا تقربون الخمر والميسر. وخلي بالكم من نفسكم. وشكرا.